أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا نفس لا تتكبري فسيأتي يوم وترحلي وعلى الأعناق ستحملي ستزوري بيت الدود وفي التراب حتما ستدفني. يا نفس لا تتكبري. أيها الإخوة المؤمنون، طبتم وطاب ممشاكم في هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم فقيدة عموم عائلات النجار وأبو حبيب، الأم الراحلة حرم المرحوم الحج السيد علي النجار، والدة الحج محيي السيد النجار، والحج رضا السيد النجار، والأستاذ عاصم السيد النجار، وحرم شقيق الحج أبو المعاطي علي النجار، أستاذ فتحي أبو المعاطي النجار، أستاذ علام السيد النجار، والحج البدوي عبد المنعم النجار، حج رضا الشربين النجار، وشقيقة الحج أحمد عز الدين حبيب، خالة الأستاذ عز نعمان حبيب، وعمة الأستاذ يسري عبد الله حبيب، وقريبة فضيلة الشيخ السيد فراج صاحب الواجب والأدب في كل مكان. من داخل كبرى وكسور الضيافة العالمية أصحاب الفراشة والإنارة، الحج السعيد محمد السعيد وأولاده، والمقيمين بخاطر خدمة الفندقية المتر أحمد الشرنوبي، والمقيم بخاطر صوتيات الباشمهندس الشريف مطاوع، تقديم وتصوير الشيخ رشاد الشناوي. أيها الإخوة الكرام، عود طيب مبارك إلى القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني صاحب الصوت الحسن والأداء المتميز، فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد الجمال، قارئ بالإذاعة والتلفزيون والسفير الدائم في المحافل الدولية والخارجية لإحياء الليالي الدينية، القارئ والمقيم بميت عزون بمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. أدعو فضيلته إلى منصة التلاوة، فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة
لآتية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ان شاء الله يا جمال ربنا يزيدك قبول يا حاج محمد قول يا عم ربنا يرضى عليك وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير
النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقل إني أنا النذير المبين. كما الذين جعلوا القرآن عضين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم أتى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها والأنعام خلقها والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال والأنعام خلقها والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون والأنعام خلقها والأنعام خلقها
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام آيات بينات من عجز سورة الحجر وصدر سورة النحل تلاها على مسامع حضراتكم. ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد الجمال، قارئ بالإذاعة والتلفزيون والسفير الدائم في المحافل الدولية والخارجية والمقيم ببيت عزون بمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. شاكرين لعمالقة الفراشة والإنارة قصور الضيافة المتنقلة في كل مكان الحج السعيد محمد السعيد وأولاده والمقيمين بخاطر بمدينة بيرة. خدمة الفندقية المتر أحمد الشرنوبي. صوتيات البشمهندس شريف مطاوع. تقديم وتصوير الشيخ رشاد الشناوي. كما تتقدم جميع عائلات النجار وأبو حبيب بخالص الشكر والعرفان إلى كل من جاء إليهم مشاركا واجب عزاء الأم الراحلة حرم المرحوم الحج السيد علي النجار، والدة الحج محيي السيد النجار، والحج رضا السيد النجار، والأستاذ عاصم السيد النجار، وحرم شقيق الحج أبو المعاطي علي النجار، أستاذ فتحي أبو المعاطي النجار، أستاذ علام السيد النجار، والحج البدوي عبد المنعم النجار، حج الرضا الشرنيبي النجار، والحج رضا الشربيني النجار، فضيلة الشيخ السيد فراج النجار صاحب الواجب والأدب وأهل الخطوة في كل مكان، وشقيقة الحج أحمد عز الدين حبيب، وخالد الأستاذ عز نعمان حبيب، وعمة الأستاذ يسري عبد الله حبيب، وجميع عائلات النجار وجميع عائلات حبيب يتقدمون إلى حضراتكم بخالص الشكر والعرفان إلى كل من جاء إلى هنا مؤديا واجب العزاء. الله أسأل أن يغفر للأمة الراحلة، أن يرزق أهلها وزويها الصبر والسلوان، وإلى لقاء آخر بعد صلاة العشاء إن شاء الله.